مرحبا أيها الدلو العظيم. في عام 2026، العام الذي قررت فيه الكواكب تحويل حياتك إلى كوميديا سوداء كونية كاملة. هذا ليس توقعا عاديا آخر عن الحب أو العمل أو الصحة. لا، هذا اختبار مستمر للسخافة والجنون اليومي. كل ما يحدث لك سيحدث بأكثر طريقة سخيفة ممكنة، غالبا بدون سبب منطقي سوى أن الكون يستمتع بضحكة جيدة على حسابك. ستجد نفسك في مواقف تبدو عادية، لكنها في الواقع نقاط تفتيش للسخافة الكونية. فكر في: هو أي تلفزيون ينبت من ظهرك؟ روبوتات تحاول سرقة جواربك؟ ومهمات عمل بسيطة تتحول إلى كوارث مكتبية فوضوية. إذا كنت تأمل في حب رومانسي أو نجاح مهني أو نوع من التوازن الداخلي هذا العام، فاستعد. كل شيء على وشك أن يتحول إلى مشهد كوميديا سوداء لا ينتهي. كل ما يمكنك فعله هو الضحك أو البكاء أو ربما الاثنين معا، بينما تدرك أن الكون لا رحمة فيه وأنك مجرد شخصية في نكتة كونية سوداء. دعنا نتحدث عن تحولك الشخصي والفوضى اليومية التي تنتظرك. بلوتو هذا العام قرر تحويل حياتك إلى ملعبه الشخصي للسخافة. ستستيقظ ذات صباح لتجد هوائي تلفزيون قديم نبت من ظهرك ويبث برامج طبخ من الثمانينات في منتصف اجتماع زوم المهم الخاص بك. ستختفي الملاعق من درج المطبخ لتظهر مجددا داخل أحذيتك. سيحاول قهوتك الهروب بنشاط من الكوب، مطورة عقلا خاصا بها. ستكون هناك أيام تبدأ فيها فجأة بالتحدث بالفرنسية بطلاقة، لكن فقط عندما تطلب همبرغر. وإذا تجرأت على تخطي الفطور، قد تشعر الأرصفة وكأنها تهاجمك شخصيا، تعثرك فقط للتسلية. سيرسل هاتفك إشعارات من المستقبل، لكن عندما تحاول فتحها سيقفز من يدك ويهرب من نافذة المطبخ. كل خطوة عادية تأخذها تصبح اختبارا جديدا لمهارات التعامل على مستوى الدلو مع هذه السخافة الكونية اللاهوادة فيها. وماذا عن الحب والعلاقات في 2026؟ حسنا، استعد لمسلسل كوميديا سوداء لا نهاية له. قد تلتقي بشريك محتمل أثناء نقاش حاد حول سعر الموز في السوبر ماركت، لكن احذر، قد يكون روبوتا من المستقبل أرسل لسرقة جواربك. إذا كنت في علاقة بالفعل، قد يقتنع شريكك فجأة بأنك كائن فضائي من مجرة أخرى. سيؤدي ذلك على الأرجح إلى قيامكما برقصة مطر جماعية تحت رذاذ الحديقة، تنزلقان في الطين وتضحكان بجنون على سخافة الكون المطلقة. ستتحول المواعيد الرومانسية إلى سلسلة من الرسائل الغريبة من الماضي أو المستقبل، أو حتى من جارك المجاور الذي مقتنع بأنك تخطط سرا للسيطرة على العالم. كل محاولة لأمسية هادئة عادية ستقاطع بحدث غريب لا يمكن تفسيره. انسى العشاء على ضوء الشموع. من المرجح أكثر أن تتناول عشاء مع شبح يريد فقط التشكي من سرعات الواي فاي. الآن بالنسبة للعمل والمال. هذا العام ستترقى إلى اللقب الرسمي مدير السحب. مسؤوليتك الرئيسية تسمية السحب في السماء بأسماء مشاهير ماتوا منذ زمن. إنها وظيفة مهمة جدا على ما يبدو. في هذه الأثناء، كل مهمة مكتبية تافهة ستلقى مباشرة على مكتبك. ستضطر للتعامل مع موظفين يتسلقون الجدران، شاي ساخن يطير في الهواء،
وطابعات تنفجر في أسوأ اللحظات الممكنة. تفكر في عمل جانبي. قد تجد نفسك تبيع فاصوليا السعادة. هذه مجرد فاصوليا مجففة تجعل الناس يضحكون حتى يبكوا لسبب ما. مالياً، قد تصبح مليونيراً مؤقتاً بفضل خطأ كوني يتعلق بغباء البشر. لكن لا ترتاح كثيراً. المال سيكون غريباً، العملات ستختفي بغموض من جيوبك، واستثمارات غريبة ستتحول حرفياً إلى نجوم تتساقط من السماء على مكتبك. وتلك فاصوليا السعادة قد تؤدي إلى بعض حالات الطوارئ الطبية بسبب الضحك اللا إرادي المفرط. دعنا نتحدث عن الصحة والروحانية. مفهوم التوازن الداخلي في 2026 هو، بصراحة، مجرد نكتة. ستحاول وضعية يوغا هادئة على الطاولة عندما تسقط سلطة محملة بالكامل مباشرة على رأسك من رف لم تكن تعلم بوجوده. ستحاول الاتصال بالعالم الروحي، لكن الأرواح التي تحاول الوصول إليك ستكون فقط شبح جدك يشتكي من أسعار البنزين في السبعينيات. القهوة ستكون حليفتك الأكثر ولاءً، رفيقتك الدائمة. لكنها أيضاً ستجعلك ترى الظلال في مطبخك تجري محادثات عميقة عن مستقبلك المهني الغريب. وماذا عن الوجبات السريعة؟ كن حذراً. قد تأكل برغراً، ثم تجد نفسك حرفياً تتحول إلى برغر متجول في الشوارع، والعالم يمر بجانبك كأنك مجرد شخصية خلفية في مشهد كوميدي بدون جمهور. الإبداع وحياة العائلة ستكون فوضوية بنفس القدر. ستكتشف موهبة خفية في الرسم بأصابع قدميك، وتبيع هذه الأعمال الفنية التي تبدو كبقع حبر عشوائية بملايين الدولارات، لأن الفوضى، كما اتضح، تبدو دائما فنية لشخص ما. في جانب العائلة، قد تظهر عمة بعيدة لم تلتقي بها قط عند بابك، تطالب بحصتها من صندوق قديم مملوء بالجوارب المغبرة، تدعي أنه إرث عائلي. حيواناتك الأليفة ستبدأ في تقديم تعليقاتها الساخرة السوداء الخاصة على اختياراتك في الحياة. وستفهم كل كلمة. تفكر في السفر. ستجد نفسك في بلدان يتواصل فيها الناس فقط باستخدام الإيموجي، مختبرين قدرتك على إجراء محادثة بدون كلمات. ستعود بقصص تجعل أصدقائك يضحكون حتى يبكوا، بينما تعلم سرًا أن الكون يضحك عليك أنت وحدك. الآن، دعنا نفكك السخافات اليومية المتعددة التي ستواجهها. مفاتيحك ستختفي كل يوم، وستجدها في الثلاجة، أو الميكروويف، أو وعاء السلطة. بريدك الإلكتروني سيصبح آلة تعذيب مملوءة برسائل من كيانات مجهولة تطلب منك إنقاذ الكون من مشاكل وهمية. الإنترنت سيكون حفرة أرنب من فيديوهات لا معنى لها. ستضحك، ثم تبكي، بينما شقتك تنهار ببطء حولك من تسريبات غامضة وكهرباء متقلبة. كما ذكر، القهوة صديقتك، لكنها ستجعل ظلال المطبخ تتحدث إليك. تنقلك اليومي في المواصلات العامة سيكون عرضاً، سترى الناس يجرون محادثات جادة مع أحذيتهم وقططهم، الذين يبدون وكأنهم يعرفون كل أسرارك العميقة. رحلة بسيطة إلى المتجر ستتحول إلى مغامرة غريبة مع منتجات عشوائية تظهر على الرفوف مثل سائل تنظيف يغني أو قبعة تجعل القطط تتحدث. كل مهمة يومية عادية ستصبح كارثة كوميدية كونية. الكتب ستقفز من الرفوف بدون سبب،
حاسوبك سيصبح عنكبوتا رقميا يحاول عض أصابعك. أي محاولة لتخطيط يومك أو حياتك ستحبط. سيرسل الكون مخلوقات خفية لتغيير كل شيء في اللحظة الأخيرة. والاجتماعات ستتحول إلى مسرحيات كوميديا رعب، الموظفون يتسلقون الجدران، الشاي الساخن يطير في الهواء، والطابعات تنفجر بتوقيت درامي مثالي. إذن، ما الخلاصة السوداء المطلقة للدلو في 2026؟ إنه مهرجان لا ينتهي من السخافة السوداء. كل شيء سيبدو رسميا، لكن في الواقع كله كارثة كوميدية تنتظر الحدوث. كل إنجاز تحققه سيشعر كوهم، كل حب جديد سيشعر كفخ، كل ضحكة ستكون تذكيرا قاسيا بأن الكون لا رحمة فيه. إذا نجوت من هذا العام بدون انهيار كامل وكلي، فاعتبر نفسك نكتة سوداء ناجحة. الكون ألقى أفضل مادته عليك، وأنت لا تزال واقفا. استعد أيها الدلو، لأن العام القادم ربما سيكون أكثر سخافة وإحباطا. سيجعلك تشك في أن الكون بأكمله اتفق جماعيا على أنك البطل المضحك في الكوميديا السوداء للحياة. حظا سعيدا ستحتاجه. شكرا للمشاهدة. إذا نجوت من هذه التوقعات، اضغط لايك واشترك للمزيد من السخافة الكونية.